السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحب بكم في أسرار عالم الرخام والجرانيت والكوارتز. أنا خالد شيحة، والقناة دي بتكلم فيها في كل فيديوهاتي عن الرخام والجرانيت وعن الرخام الصناعي. لو أنت صنايع رخام أو أنت مهندس مثلا عندك أسئلة أو أنت عميل هتعمل شغل عندك، عندي فيديوهات كتير في القناة مفيدة وفيها مواضيع تعليمية، بتكلم عن درج السلم وعن الأرضيات وعن الحوائط وعن أنواع رخام، حاجات كتير في القناة. خش شوف الفيديوهات هتلاقي معلومات كتيرة بتجاوب على أسئلة ممكن تكون حضرتك محتاجها. النهاردة هنتكلم عن رخام الكوارتز أو عن الرخام الصناعي عامة. لما تبحث على النت سواء على جوجل أو على اليوتيوب هتلاقي كل الناس بتقولك إن الرخام الصناعي كله بيبقع. لما تبص في الفيديوهات بتاعتنا احنا هتلاقي ان احنا بنقول ان الخامات اللي احنا بنشتغل فيها مش بتبقع، فهتحتار هل هي في خامات مش بتبقع ولا كل الخامات في الرخام الصناعي بتبقع. لازم نجمع بين المقولتين دول، اللي هو كل الرخام الصناعي بيبقع وفي حاجات مش بتبقع. ازاي نفهم القصة دي؟ لان كتير ناس بتتصل بيا وبيبقوا محتارين، بيقول لي انا لقيت كل الناس على النت بتقول ان الرخام الصناعي كله بيبقع. انا بقول له في حاجات مش بتبقع، فهو ما بيبقاش مطمن. فانا عايز اوضح النقطة دي النهاردة، ازاي في حاجات بتبقع مش بتبقع، وازاي الناس بتقول ان كل الخامات بتبقع. عامة الرخام الصناعي في العالم كله سواء مصر او بره مصر، الرخام الصناعي حاجتين، اما كوارتز اصلي واما ارتفيشال. الارتفيشال المصنع من خامات غير خامات الكوارتز. طب يعني ايه خامات كوارتز؟ الكوارتز ده اتسمى كوارتز لانه هو مصنع من صخور الكوارتز الطبيعيه. لو كتبت على جوجل صخور الكوارتز هتجيلك صور كتير عن صخور الكوارتز الطبيعيه. ليه صخور الكوارتز هي اللي بتصنع منها الرخام؟ لانها صخور صلبه جدا، بس علشان ما بتطلعش باحجام كبيره ما ينفعش تتعمل رخام زي الرخام العادي، فبتتكسر وتطحن ويتعمل بيها رخام الكوارتز الصناعي، وبيضاف معاه مادة الإيبوكسي. وطريقة التصنيع بقى والمواد اللي بتصنع منها دي عايزة فيديو لوحديها، لو حابين نعمل لها فيديو بعد كده. أنا كنت عامله من فترة طويلة لكن ممكن أعمل فيديو تاني برضو أشرح فيه إزاي الرخام الكوارتز الأصلي بيتصنع وإيه المواد اللي بتصنع منها. دي الخامات الأصلية اللي إحنا بنشتغل فيها. في خامات تانية ارتفيشال، يعني ايه؟ يعني صناعي كله، ما فيهوش كوارتز طبيعي، ما فيهوش صخور الكوارتز الطبيعيه اللي موجوده في خامه الكوارتز الاصليه. فهنا عندنا حاجتين، حاجه اصليه وحاجه شبيه الاصليه، وللاسف ما بتقدرش تفرقهم من بعض. علشان تفرقهم من بعض لازم حد يكون عنده خلفيه بالقصه دي، يعني حتى لو صنايعي ما اشتغلش فيهم قبل كده ممكن ما يعرفش يفرق بينهم. ودي حصلت قدامي كذا مره، ان بيجي حد يشتري ارتفيشال من معرض معين على ان هو كوارتز اصلي وما يعرفش. نرجع بقى للمقوله بتاعت الناس اللي هي كل الناس اجمعت على ان الرخام الصناعي بيبقع. طب ازاي احنا عندنا خامات مش بتبقع؟ انا هقول لحضرتك القصه. فعلا كل الرخام الصناعي ممكن يبقع، ولكن الخامات اللي احنا بنشتغل فيها في حالات معينه هتبقع وتتعالج في ساعتها. في حالات معينة ممكن تبقع وتتعالج فورا من البقع في ثواني وبكل سهولة، وهقول دلوقتي تتعالج ازاي. الخامات التانية الارتفيشال لما بتبقع مش بتتعالج وبتبقع بسهولة والبقع ما بتطلعش منها. فهنا في فرق. فعلا كل الرخام الصناعي هيبقع، وفي خامات اللي هي احنا شغالين فيها لو بقعت بتتعالج فورا، وهي ما بتبقعش بسهوله ومش في كل الحالات زي الارتفيشال. هنضرب امثله. بالنسبه للكوارتز اللي احنا بنشتغل فيه امتى يبقع؟ لو جبنا مثلا طبق ستانلس او طاسه او حله مبلوله ميه وحطيناها وقعدت 7 8 ساعات 10 ساعات مكانها، بتتفاعل مع الخامه وبتعمل علامه سودة مكانها او علامه رمادي، تيجي تنظفها بالمنظفات العاديه ما بتطلعش. لو جبنا كوبايه مطرحها شاي فيها شاي من بره او قهوه او عصير او اي حاجه وحطيناها وقعدت 7 8 ساعات 10 ساعات برضه هتعمل مكانها علامه. هقول ازاي تطلع، هقول برضو ازاي تطلع دلوقتي. ثالث حاجة ودي اصعب حاجة، لو سيبنا سلك المواعين مبلول على الخامة وبات لتاني يوم او يومين ثلاثة مثلا واحنا رحنا مشوار او
ناس في مصيف وروحوا ورجعوا السنة الجاية ولا بعد شهرين ولا أكتر ولا أقل، الصدى بتاع سلك المواعين ده بيعلم مكانه، وده بيبقى صعب في تنظيفه شوية عن أي حاجة تاني، لكن برضه هيطلع ليه طريقة يطلع بيها. ده الكوارتز الأصلي. ازاي نشيل بقى بقعة الكوباية اللي مطرحها شاي أو قهوة أو الطبق الستانلس أو الحلة اللي عملت علامة؟ بنروح عند بتاع المنظفات اللي هو بيبيع منظفات في جراكن وفي براميل وبيعبي لك في اكياس وفي ازايز، يعني ده متخصص، محل متخصص في المنظفات بس. بنقول له عايزين كلور خام، كلور خام معلهوش اي ميه خالص، بيدينا كلور خام. هو ما بيبيعوش اصلا الناس العاديين لان الناس مش محتاجاه خام، بس احنا محتاجينه خام. اللتر تقريبا من 7 جنيه او 10 جنيه، مش غالي قوي. بناخده خام بيبقى لونه اصفر، ولو حطينا صباعنا كده في الكلور وطلعناه هو ما بيضرش، بس بيعمل بلون ابيض زي الدهون كده على الصباع، ده يبقى هو ده الاصلي الخام. لو ما عملش كده يبقى ده عليه ميه، عليه ميه ده مش هيبقى حلو في التنظيف، هيبقى صعب ان هو ينظف. بنجيب الكلور الخام وبنحط شويه على البقعه بتاعه الطبق او الكوبايه او الحله، ونحطها ونسيبها، مش هنمسح، هنسيبها بقى 3 4 5 دقائق 10 دقائق. هنيجي بعد كده مش هنلاقي حاجه مكانها، هنلاقيها هي خلاص شالت العلامه بتاعه الحاجه اللي كانت محطوطه. يبقى كده دي الخامه الاصليه اللي احنا بنقول عليها مش بتبقع ومش بتتخربش. لما بقعت في الحالات المعينه دي نضفت تاني وطلعت. حتى على اسوأ الظروف لو جه عليها صبغه مثلا او حاجه ما طلعتش بالكلور، او سلك المواعين الصدى بتاعه ده صعب جدا ممكن ما يطلعش برضه بالكلور، في الحالة دي بنيجي بالصاروخ صغير كده معانا وسكوتشات، بنديها 3 توشاش بالسكوتش، بنشيل أي حاجة فيها وبنلمعها تاني بترجع طبيعتها. طالما إنها خامة أصلية بترجع لطبيعتها تاني، ولو فيها عروق العروق ما بيحصلهاش أي حاجة. نيجي بقى للخامة التانية الارتفيشال اللي هي المغشوشة. الخامة التانية دي بقى من أي حاجة بتبقع، شاي قهوة، لدرجة ان الليمون لو حطيته عليها بيشيل اللمعة بتاعتها، الخل لو حطيته عليها بيشيل اللمعة بتاعتها، واللمعة بتاعتها بتحاول ترجعها انت تاني بحاجة ما بتعرفش ترجعها. ولو في عروق في المكان العروق هتروح من الليمون والخل، او من الصنفرة لو حبينا ان احنا نرجع اللمعة تاني، او نشيل البقعة بصنفرة بالصاروخ. لو في عروق بتروح، لان العروق بتاعتها دي بتكون رسم عبارة عن طباعة فوق الخامة، مش زي الكوارتز العرق بتاعه موجود في العجينة بتاعته معجون معاه وهو طري. ده بيبقى رسمة، الارتفيشال ده بتبقى رسمة على الوش، لو حكيتها بصنفرة تشيلها وخلاص تروح على كده. انا حاولت اختصر جدا علشان الفيديو ما يطولش، بس اي حد مثلا محتاج شرح زيادة عن كده يكتب لي في الكومنتات، وانا برضو مع الفيديوهات التانية اي سؤال هيجيلي بعد كده ان شاء الله هعمل عنه فيديو او ادخله في الفيديوهات الجايه. ده كده كان ربط بين الجمله بتاعت ان احنا عندنا خامات مش بتبقع، وبين الكلام بتاع الناس اللي بيقولوا كل الخامات بتبقع. في بعض الناس بيعرف ينظف الخامات لو بقعت منه اللي هي الاصليه، وفي ناس ما عرفتش، اللي ما عرفش يعمل اللي انا قلت عليه بالكلور، ولو برضه ما طلعش معاه يكلمني وانا ابعت له حد بصاروخ وسكوتشات هينضف له اي حاجه. وان شاء الله هنبدا نروح لناس عاملين لها شغل من 3 سنين و4 سنين، وهنروح وهناخد الكلور وناخد صاروخ ونعمل الكلام ده على الطبيعه ونصوره فيديو برضه ونحطه على القناه. بفكركم تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.